الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء مما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يوصرون في العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلة جحيم إن هذا لهو اليقين وسبح باسم ربك العظيم. اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقدار ونسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لا لك فسونا الحاجة لا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا الهبش أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وصل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك قلت كياني السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أشفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أتقى الأتقياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد
ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا صلى الله جل عليه. من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم. أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه وسلم. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به
فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. فذات القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون صلى الله عليه. إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. كان مستقرا في الأنسلام بالباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. نورا حير الأبكار ذو وبار فتعلقت همة الراقب لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصول تشريقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأن لن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوين ما حفظته من أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله
الخلق عفوا هب لنا الإيمان كذا الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن الخلق عفوا هب لنا الإيمان منجي الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن يا إله الخلق عفوا هب لنا الإيمان منجي الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن يا الخلق من زلل كاشف الأرزاق والعلل يا مدير الخلق من زلل كاشف الأرزاق والعلل يا غفورا كل زلات يا سميعا كل آهات 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 يا سميعا كل آهات يا إله الخلق عفوا هب لنا الإيمان منجد الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن يا إله الخلق عفوا هب لنا الإيمان منجد الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن الخلق من زلل كاشف الأرزاق والعلل يا مدير الخلق من زلل كاشف الأرزاق والعلل يا غفورا كل زلات يا سميعا كل آهات يا غفورا كل زلات يا سميعا كل آهات يا سميعا كل آهات يا إله الخلق عفوا هب لنا الإيمان منجد الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن يا إله الخلق عفوا هب لنا الإيمان منجد الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم
قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنا أزيل ما قد نزل من فضيح القلب شديد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عظيم قديم قديم وجيد الله غني غني مجيد قديم قديم وجيد الله غني غني مجيد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه.
وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمه أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من عنا يا من عنا يا من عنا رؤوسني تقدما. يا سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من على يا من على يا من على رؤوسنا الكرام.
وصف الزمان بمدح طه واكتسى وصف الزمان بمدح طه واكتسى عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما يا سيد السادات يا باب الحماد يا سيد السادات يا باب الحماد يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم وصف الزمان بمدح طه واكتسى وصف الزمان بمدح طه واكتسى عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما يا سيد السادات يا باب الحماد يا سيد السادات يا باب الحماد يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم
قدم خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كرب ووضع هذا الحبيب عند السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيدا والسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر مشابكنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله فأخذ عليه الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله التوفيق عليه للسيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله فانفلق اسم عليه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وبين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد حضرك رسول الله أشرق الكون بابتهاجا بوجود المنتهى
مصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد. سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد، وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل لا مقصاد. يا سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ولله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريم الأرواح منا وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. برره فلا يقول
ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللهد المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبحرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. ومشهود للحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه. مرضت فكان الذكر برآن لعلتي،
حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن اللقاء أحبابي قلبي دواؤه فيا ربي شرفني برؤيتي سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه فيا ربي شرفني برؤيتي سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ علي ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله مهابة الصبا وما أطرب الحديث طبا حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه فإذا استقام قلبك على محبة الله ورسوله فإذا استقام قلبك على محبة الله وخشيته ومراقبته والإخلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه فإذا استقام jika hatimu telah istiqomah ala mahabbatillah di atas cinta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa khasyatihi dan istiqomah di dalam takut kepadanya. Istiqomah hati kita di atas cinta kepada Allah, istiqomah hati kita di atas takut kepada Allah. Barang siapa yang hatinya selalu lurus istiqomah di dalam mencintai kepada Allah dan takut kepadanya. Yang ketiga, wa muraqabatihi dan istiqomah selalu merasa kita diawasi olehnya. Muraqabah, selalu diintai, selalu diawasi, selalu dilihat setiap saatnya. Kemudian wal ikhlas lahu dan kita ikhlas murni karenanya. Cinta karena Allah, takut karena Allah, beramal karena Allah. Bagaimana kalau ada hati seseorang yang lurus cinta kepada Allah, istiqomah di dalam takut kepadanya,
istiqomah selalu merasa diawasinya dan ikhlas karenanya, istiqamat a'maluka, maka niscaya amalmu akan lurus, amalmu akan istiqomah. Kenapa amal kita tidak istiqomah? Kurang syarat, menunjukkan hati kita masih belum istiqomah, menunjukkan hati kita masih belum lurus. Kalau seandainya amal kita ini istiqomah, takut kita kepada Allah istiqomah, ikhlas kita istiqomah, selalu diawasinya istiqomah, pasti amal kita istiqomah. Al-Qur'annya istiqomah, duhanya istiqomah, tahajudnya istiqomah, berjamaahnya istiqomah, Al-Qur'annya istiqomah. Kenapa mencela-mencela? Karena hati kita tidak istiqomah. Karena hati akan menular kepada anggota badan kita. Nih, hati kita ini ibarat babonan yang menimbun daripada setrum. Jika timbunan tadi itu normal, akan menampung setrum-setrum yang sehingga dapat menyalurkan kepada anggota badan kita. Lisan kita akan dimudahkan berzikir, mata kita akan memandang orang tua dengan penuh penghormatan, telinga kita akan mendengarkan nasihat, tangan dan kaki kita dan seterusnya. Karena menyalurkan setrum energi yang baik sehingga yang keluar baik pula. Manakala kita sudah tidak mampu istiqomah di dalam beramal, beja apa kenceng, beja apa tak kenceng, tenggedeteng, berarti ate kulit sampean ki orang istiqomah. Kemudian barang siapa yang istiqomah di atas mencintai kepada Allah, istiqomah takut kepadanya, taat kepadanya, merasa diintai, muraqabah dan ikhlas karenanya, pasti amal kita akan istiqomah. Yang kedua, wastaqama amruka, perkara kita akan lurus. Tidak ada perkara yang nyeleweng, nyelempeng atau menyimpang dari agama, maksiat sana, maksiat sini, karena hati kita tidak lurus. Makanya pelurus kada. Istaqim bi qalbik yastaqim laka ghairuk. Hati kita diluruskan dulu. Carana ya hadir pak istiqomah. Baca Al-Quran pak istiqomah walaupun selemper sehari. Duha pak istiqomah sekalipun 2 rakaat. Salawat pak istiqomah sekalipun 10 kali sehari. Istiqomah. Bil istiqomah tada'ul karamah. Dengan istiqomah akan mendapatkan karamah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah akan jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, oleh karenanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat kita minta di dalam salat, ihdinas siratal al-mustaqim. Nah, jalan ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan nikmat di dunia maupun di akhirat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan yang dibenci oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita istiqomah apa enggak. Jangan urusan dunia kita menjadi alasan untuk tidak hadir majelis. Jadikan majelismu sebagai udzur untuk alasan duniamu. Maaf, sapa orang bajenah maulid, sapa orang bajen majelis taklim, mon parlo deki pujar majelis, aci sambian, terhormat sambian, aziz, mulja sambian. Tapi ketika pun urusan dunia ini kekebai alasan udzur untuk tidak menghadiri majelis, Arab mak tak solat berjamaah, sibuk. Arab mak tak hadir majelis, sibuk. Sampai mati sibuk lagi. Nah, maka perlu istiqomah, mungkin seminggu sekalian hadir majelisnya, niaten untuk melurus ateh. Karena Allah Subhanahu wa taala semaha ngaonengin de ateh kaul manjenengan. Karena hati kita ini adalah tempat pandangan Allah Subhanahu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai, tidak pernah memandang raut wajah kita,
wala ajsamikum, tidak pernah menilai daripada anggota badan kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang lolos dari pandangan Allah, tidak ada tempat yang luput daripada sasaran Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita harus memperbaiki secara batin, memperbaiki hati kita. Percuma kita memperbaiki zahir tapi tidak memperbaiki batin, percuma. Kalau seumpamanya Allah hanya memandang amal kita, maka mereka lebih banyak daripada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menilai wajah kekuatan kita, mereka jauh lebih kuat badannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang menjadi tempat pandangan Allah yang akan mendapatkan nafahat, imdadat, barakat hati kita. Nih, saya datang nih. Nih semua yang hadir nih. Semakin Anda merasa orang yang paling banyak dosa, maka Anda semakin banyak mendapatkan perhatian dari Allah. Semakin Anda merasa paling bodoh, paling bejat, paling bangsat, paling ancur, semakin Anda merasa paling orang yang hina di tempat ini, maka hati kita semakin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, barang siapa yang menghadiri majelis-majelis baik dan kita merasa lebih baik daripada yang lain, ketahuilah saat itu pula Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati kita dan tidak bisa dimasuki dengan beberapa pemberian-pemberian yang diberikan kepada orang lain. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwani rahimakumullah, kita belajar. Tak ada orang saya tandik dosa, tak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak mempunyai dosa. Jadikan majelis ini majelis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan majelis ini taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan majelis ini untuk menambah mahabbah, cinta kepada Allah, cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ikhwani rahimakumullah, penting sekali kata beliau, jika hatimu istiqomah di dalam mencintai Allah, takut kepadanya, merasa diintai olehnya setiap saatnya, wal ikhlas, dan ikhlas setiap amal karenanya, istiqomat a'maluka, maka amalmu akan istiqomah sekecil apapun amalmu. Wastaqama amruka, yang kedua, perkara kita, urusan kita pasti akan lurus, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang lurus, hati yang penuh dengan takut kepada Allah, hati yang penuh dengan cinta kepada Allah, hati yang selalu merasa diawasi dan diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap saatnya kita berusaha menjadi orang yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, sehingga insyaallah dengannya kita menjadi orang yang baik zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين
واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي. فاتحة.